لامين يامال اللي بكل صراحه في احدى الصحف الاسبانيه ايس الاسبانيه على ما كنظن اتهمت الجامعه الملكيه المغربيه باغراء اللاعب لتغيير الوجهه ديالو. لك الكلمه ونتفاعل معك في هذا الموضوع. لك تفضل. تحية طيبة لك مجددا أخي مصطفى وجميع المشاهدين الأوفياء، واللي نتمنوا أكيد يتفاعلوا معنا بشكل إيجابي ويحاولوا يتقاسموا البرنامج مع الأصدقاء ديالكم فيما يتعلق بهذا الموضوع ديال لامين يامال. وبناء على المعطيات اللي توصلنا بها، فاللي كيتلاحظ مصطفى في هذا الموضوع أن الإعلام الإسباني جزء منه، أنا لا أعمم، من بعد ما دي لافوينتي وجه الدعوه لامين يامال في المعسكر السابق، فكانت واحد الحمله عنيفه عليه، وقالوا بان لامين يامال ما عندوش امكانات باش يلعب مع المنتخب الاسباني وكاينين لاعبين افضل منه، وعطاو احصائياته قالوا يعني ما الاحصائيات ديالو ما كتخولش ليه انه يهز القميص ديال المنتخب الوطني. لامين يامال ولا المحيط ديالو لما شافوا هذيك ردود الافعال من الاعلام الاسباني، وتنقولوا بعض الاعلاميين الاسبانيين اللي كاين نعمين، يمكن مصطفى ولا اتضح ليه بان يقدر يمشي في واحد الطريق ديال اللاعبين اللي اختاروا يمثلوا حملوا القميص ديال دول اوروبيه وتم التهميش ديالهم وتعرضوا لواحد الحملات عنصريه ممنهجه، وبدا كيبدا كيبان ليه يعني انه ما كاينش الافق مع المنتخب الاسباني، اولا بالنظر المواهب الكثيره اليوم اللي كاينه في اسبانيا، وهذا الشيء الا شفتي المنتخب ديال المنتخبات ديالهم، لا ديال الشبان لا ديال الاولمبي لا ديال الفتيان، وهذا يعني اسماء اللي فارضه نفسها بشكل كبير، فكان ولا تردد يمكن ولا ناقش مع المحيط ديالو انه يغير الوجهه ويحمل القميص ديال المنتخب الوطني المغربي. الصحيفه ديال الاس كتعرفها مصفى يعني المصادر ديالها، وهذا حاولت تمارس الضغط، يعني وصلها الخبر ديال ان لامين يامال كيفكر انه يغير القرار ديالو ويحمل القميص ديال المنتخب المغربي. شنو بغات تدير هي؟ ناظرت مقال قالت من خلاله ان المغرب والجامعه المغربيه لكره القدم يعني كتغري اللاعب والاسره ديالو بمبالغ ماليه باش يغيروا هذيك القناعه ديالهم ويحملوا القميص ديال المنتخب الاسباني. فرد الجامعه كان فوري في بلاغ رسمي، واللي اكدوا من خلاله ان كل ما اشارت اليه الصحيفه الاسبانيه لا اساس له من الصحه، وبانه كذب وبهتان. وراه البلاغ بامكان جميع المشاهدين ديالنا انهم يطلعوا عليه، يمكن يقرا كاع البلاغ الا ما كانش اشكال. تفند الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم جمله وتفصيلا ما اوردته صحيفه اس الرياضيه الاسبانيه في مقالها الذي نشرته اليوم لكاتبه جواكين ماروتو، والذي تطرق فيه الى الضغوط التي تعرض لها اللاعب الاسباني ذو الاصول المغربيه لامين يامال بمحاوله اغرائه ماليا بالانضمام الى المنتخب المغربي. ويتاكد الجامعه الملكيه المغربيه كرة القدم أن ما ورد في هذا المقال عاري من الصحة ولا يستند لأي دليل، خاصة وأن احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين المغاربة ذوي الأصول المغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم لإقناع اللاعبين الناشئين بطرق قانونية ومشروعة من خلال تقديم مشاريع مستقبلية وأهداف تحددها الإدارات التقنية للمنتخبات الوطنية بجميع فئاتها. البلاغ واضح. اليوم الإعلام الإسباني ولا كيلعب على هذا الحبل ديال الإشاعات طبعا غير مقبول. لامين يامال لو كان بياخذ الإغراءات وكان كانت الإغراءات المالية كان من الاول ما يختارش المنتخب الاسباني، يجي يختار المغرب. المساله هي مساله كرويه محضه، هو اختار اسبانيا، بان ليه بان بلاصتو ما كايناش، شاف ردود الافعال وكنا تكلمنا عليها هنا ديال الاعلاميين اسبان وصحف اسبانيه كبيره اللي دارت عليه حمله عنصريه مقيته وقالت علاش هذا اللاعب نعيطوا ليه وحنا عندنا لاعبين افضل منه. ناقش واتضح لي ان يمكن مع المغرب يلقى فرصه اكثر للاعب للظهور للبزوغ مع المنتخب الوطني اللي لعب الدومي فينال ديال المونديال الاخير، و2030 كذلك غنشاركوا في المونديال يعني كبلد منظم وعندنا حدود كبيره ان شاء الله نمشيو بعد لهذه المعطيات اللي قال لك الكلمه السي مصطفى. وشكرا سي حسناوي على التوصيف يعني التقديم على اللاعب لامين يامال اللي بكل صراحه حسناوي ما عندوش المكانه ديالو في المنتخب الاسباني. صراحه هي ديال المنتخب الاسباني حسناوي فيه غير الفروخه كما كنقولوا، كاين لاعب فيه لاعبين شبان وفيه لاعبين. انا كنظن الاختيار ديال امين يامال اللي خلاه ربما حسناوي كيتاسف علاش ربما الاختيار اللي كان عنده خاطئ، لان انت مع المنتخب الاسباني بلي الامانه باش نكونوا واضحين يا اخوان راه ما يلعبش مع المنتخب الاسباني، كونوا على يقين يا اخوان
ما عندوش الرسميه ديالو. الان دابا اللي غادي يوقع بما ان امين الى ما يامال عنده الحق بانه يبدل الوجهه، عنده الحق يلعب المنتخب الوطني، عنده الحق يرجع للمنتخب الوطني لان عنده اقل من 23 سنه على ما عنده اقل من 23 سنه وعنده حق يعني يبدل الوجهه ديالو. وكنظن ربما هذا هو الحسناوي ربما الاختيار اللي يقدر يوقع في الايام القليله القادمه. عنده حق لان بكل صراحه كاين واحد الهجوم اللي هو لاذع على اللاعب الجامعه، والجامعه الحسناوي يكون على يقين عمرها ما تغريش شي لاعب تعطيه الفلوس تقول له جي تلعب معنا. هادشي كذوب في كذوب في كذوب. حنا الجامعه الحسناوي راه ملي كتخطا كنقول لك كتخطا، ملي كتكون في صارمه في هاد الامور ما غاديش تعطيه لا لباه ولا لمو ولا هو هذا باش يجي يلعب مع المغرب. المغرب ما كاينش عليه مزايدات، المغرب ما خصهاش نتزايدوا عليه، ما كاينش مزايدات. امين لامال خطا الوجهه ديالو من الاول، كان الباب ديال المنتخب كان فهو مفتوح في وجه ديالو، وربما العوده ديالو حسناوي ما غاديش يعاود من الباب الكبير لا رجع، يعاود من الباب الصغير وغادي تسنى حتى هو الدور ديالو، لان حيت كاينين عندنا لاعبين رغم الصغار ديال السن ديالو، ولكن حنا عندنا لاعبين اللي هما ممتازين. كنظن حسناوي ان امين يامال كيعيش واحد ايام عصيبه مع الاعلام الاسباني، وكذلك حتى بعض العنصريه لشيء ما اللي كيقلوا من قيمه ديال اللاعب. ولكن الامانه فمن يامال حسناوي كنشوفوا المنتخب الاسباني عنده لاعبين اللي هما شباب، لاعبين اللي صغار كيطيروا اخي. كنظن ان امين يامال ربما يقدر يلعب بعض المباريات، وكنظن غادي يغير الوجهه ديالو. حنا المنتخب الوطني الحسناوي ما خصوش يكون عنده مزايدات، وماشي الجامعه او المسؤولين غادي يغريو اللاعب بالاموال باش يجي يلعب، لان المنتخب الوطني شوف تبارك الله شحال عندنا واحد اللائحه اللي واسعه اللي هي في كل انحاء العالم. حنا هو المنتخب الوطني ما واقف على لا يامال ولا على غيره. المنتخب الوطني اللي ما بغاش يلعب راه كاينين الدراري اللي يلعبوا، وهذا الحسناوي كنظن بان هذا اللاعب اللي هو بكل الصراحه انا خايف عليه ربما ليطفى الحسناوي بواحد الشكل اللي هو كبير، لان حتى النجوميه ديالو الناس اللي بداو كيشوفوها من بكري، وكاين اللي شبهوه بميسي، وكاين اللي كيقول بانه هذا هو اللاعب الساطع. هو صحيح لعب بعض المباريات الوديه، لعب بعض المباريات الحاسمه مع اف سي برشلونه، ولكن ما نقلوش من قيمه اللاعب. ولكن للامانه انا كنشوف بان المكانه ديالو في المنتخب الاسباني باش يلعب فيها حسناوي فهي صعبه وجد صعبه، وصعيب باش يلقى المكان ديالو. واخويا مصطفى وائل بالنسبه للاعب لامين يامال هو حتى السن الان اللي يعني وقعت عليه فيها الضغوطات الكبيره، يعني ضغوطات رياضيه لا من طرف الاتحاد الاسباني ولا من طرف الاتحاد المغربي، راه ما سهلاش مصطفى. كنتكلموا على لعاب 16 17 سنه وكتجي وكتلقى هذا الاتحاد الاسباني كيضغط عليك من جهه، الاتحاد المغربي من جهه باش تحمل القميص ديالو. يعني حتى الاختيار في هذا السن هذه، وانا قلتها في حلقه سابقه، كنت ثق بيا ما كيكونش مبني على قناعات مضبوطه. اللاعب كيكون عاطفيا، الوالد هو خاف على بلاصتو في برشلونه. الا نعطيك الان لامين دياز براسو، لا ماشي لامين دياز، سميتو داك دياز، ابراهيم دياز. شنو وقع لابراهيم دياز؟ ريال مدريد قالت له ما غتمشيش لكاس افريقيا، قالت لي الا مشيتي لكاس افريقيا ما غتلقاش بلاصتك في الريال. كان الخطاب ديال مدريد واضح. اول ما تواصلوا معاه يعني دي مصادر يعني مقربه عندنا يعني من المحيط المنتخب، لما جلس معاه الناخب الوطني وتواصلوا معاه قال لهم ودي انا راه الاكراه اللي عندي. قالوا النادي ديال ريال مدريد ما بغاش. وقعت البونو حتى البونو حتى هو كان حتى هو نقاش معاه على هذا الشيء، لا بغى ينضم لريال مدريد ما يلعبش كاس افريقيا. هنا شوف، هنا اللاعب لما كيكون هو العمود الفقري ديال الفرقه ديالو ما كيقدروش يهضروا معاه. نعطيك على سبيل المثال صلاح في ليفربول كيمشي ما كيقدش حتى يهضر معاه لانه هو ركيزه. داز عندنا مصطفى لعابه في المنتخب الرومانسي يوسف فراقيهم ويوسف النصيري ومجموعه من اللاعبين اللي ضامن الرسميه ديالهم وعندهم اسماء وزينه ما كيقدروش الانديه كيهضروا معاهم. ولكن بحال الوقت مثلا ديال ابراهيم دياز بغى يجي، هو عاد رجع ديجا لريال مدريد وما كيلعبش دقائق كثيره اصلا، وهذا فكيمارسوا عليه الابتزاز. لامين يامال في برشلونه علما وهنا للتاريخ ان المسؤولين ديال برشا ما كيديروش دوك الخدايم ديال الضغط. تشافي براسو كان صرح قال لهم ودي انا ما كندخلش في الاختصاصات وفي القناعات ديال اللعاب. بغى يلعب لاسبانيا يلعب، بغى يلعب للريال يلعب، هذيك يعني حريته، هذيك قناعته الشخصيه، ما تدخلوش ذاك ديالو. اليوم بالعوده يعني لهذا على الموضوع هذا، الا شتي على الان سمع من اسمك كيتبع يعني وسائل الاعلام الاسبانيه وكنعرفوا يعني قال لك ودي بالنسبه لي هو اللاعب راه يعني قال لهم مصاب هذا الشيء علاش ما بغاش يلعب مع المنتخب الاسباني، والاتحاد الاسباني بحال اللي ما تيقش هذاك الكلام وقال لي خصك تجي دير الفحوصات باش نتاكدوا من الاصابه ديالك
ومشى تنقل لعندهم ودار دوك الفحوصات. اش كنفهموا من هنا مصطفى؟ ان العلاقه الان ما بين اللاعب والاتحاد الاسباني علاقه متوتره. حنا ما كنقولوش لامين يامال هو المنتخب ولا يجي لعندنا ويهز لنا الكره. حنا الحمد لله الان انا كنهضروا الان حاليا راه وليد الركراك الله يكون ليه في الاختيارات، راه في جميع المراكز عندنا جوج ثلاثه اللعابه واللي كيلعبوا مع فراقيهم والحاضرين. هو لامين يامال موهبه وكواري، هذا الشيء الا كنقول انا العكس ديالو كنخربق وتقنيا، ولكن راه شحال مصطفى من اللعاب كيكون كيبدا وكيولي يطفى. راه اليوم هاشم هذا هو الخوف اللي عندنا عليه. امين يامال نتمنوا ليه حنا التوفيق، حنا ما نبغيوش شي حاجه اللي هي خايبه، حسنا نتمنوا ليه التوفيق، ولكن كنظن حتى هذيك الاضواء اللي تسلطت عليه ربما كثيره حسناوي، كثيره بزاف. والدري يلاه عنده 16 عام و3 شهور على ما كنظن، فصعب جدا. حنا نتمناو شوف حسناوي، حنا نتمناو له الخير، مشى مع المنتخب الاسباني الله يعاون، بقى مع المنتخب الاسباني الله يعاون والله يسهل عليه. شاف راسو بانه مع المنتخب الاسباني حسن ما عندوش المكان ديالو، وجا المنتخب المغربي. راه المغرب غادي يحتاطنا حتى المغرب ما كيتخلاش على الابناء ديالو. عندنا كمثال القضيه ديال منير الحدادي كانت هي كذلك مساله ديال كذلك هذه الامور، والمغرب كيسمح للابناء ديالو حسناوي، وهذا اللي كاين. اذا نحن نقفلوا هذا الوقت كيداهمنا باش نمشيو للملف اخر. عندك شي اضافه بخصوص هذا الموضوع؟ منطبع علاقه بهذا الملف هذا اللي كتناقشوا. شوف اليوم في اسبانيا كتعرف كاين قطب اعلامي ديال مدريد وقطب اعلامي ديال بارسا، وكيكون بيناتهم داك الصراع حتى على مستوى المنتخب. الصحافه ديال مدريد كتهاجم لاعبين برشلونه اللي كيمشيو للمنتخب، والصحافه ديال البارسا كدير نفس الامر. هو اليوم في لامين يامال والصحف ديال ان الاس مقربه من مدريد بزاف، والصحف ديال مدريد هي اللي كتهاجم لامين يامال وكتقول بان ما عندوش الشرعيه الكرويه باش يحمل القميص ديال المنتخب الاسباني. ونتمنوا حنا ان شاء الله حنا اللي نكونوا رابحين في هذا الصراع اللي بيناتهم، ويكون يعني اللاعب يعني يرجع ان شاء الله مستقبلا للمغرب. وحنا شوف راه بلا لامين يامال راه دابا عندنا وليدات كيتمناو يحملوا على القميص المنتخب المغربي. رحيمي هباتنا وهلم جرا من اللعابه اللي كيتسناو عاد تعطى لهم الدعوه ان شاء الله ويجيو يتقاتلوا معنا ويلعبوا على المنتخب.